علم ارفع. محمود لتدشين مقر l'aménagement varie de 9 cm. تحت إشراف السيد مدير الأمن العمومي ممثلا للسيد المدير العام للأمن الوطني، وبحضوركم ومشاركتكم على مراسيم تدشين ووضع حيز الخدمة المقر الجديد للأمن الحضري الخارجي لحي شهيد محمود بلدية حاسي بونيف التابع لأمن دائرة بير الجيل، والمنشأ بموجب مقرر الإنشاء رقم 80 المؤرخ في 4 جويلية 2026 من طرف السيد المدير العام للأمن الوطني، والذي سيتولى الإشراف عليه محافظ الشرطة وشريف مهدي. أيها الحضور الكريم، إن اختيار موقع هذا الصرح الأمني الجديد بحي الشهيد محمود يرتكز على دراسة دقيقة للخصوصية الديموغرافية والكثافة السكانية المتسارعة بالمنطقة، حيث يأتي كإضافة نوعية تهدف لتعزيز التغطية الأمنية وتقريب الإدارة من المواطن، ليكون حصنا منيعا لحماية الأشخاص والممتلكات ومحاربة الجريمة بشتى أشكالها. ولأجل هذا قد تم توفير كافة الظروف الملائمة ماديا وبشريا لهذه المرافق الأمنية لضمان سيرها الأمثل. ومن هذا المنبر آمر رئيس هذه المنشأة الأمنية وكافة رؤساء الفرق والعناصر الموضوعين تحت إمرته أن يكونوا في مستوى تحديات الساعة بالعمل بكل احترافية ويقظة في محاربة الجريمة بشتى أنواعها، في ظل التطبيق الصارم لقوانين الجمهورية واحترام مبادئ حقوق الإنسان، وتجسيدا للسياسة المسطرة من طرف قيادة الأمن الوطني. السيدات الفضليات، السادة الأفاضل، لا يفوتني في هذه السانحة السعيدة أن أتقدم بأخلص عبارات الشكر والامتنان للسلطات المحلية وعلى رأسها السيد والي الولاية وطاقمه التنفيذي على الدعم اللامحدود والمساندة المستمرة التي قدموها لإنجاز هذه المقرات الأمنية الجديدة، من خلال حرصه على توفير كافة الوسائل المادية والدعم المعنوي، وحرصه على تضافر مجهودات المصالح وهيئات الإدارية التي أثمرت بإنشاء هذا الصرح الأمني الذي يستجيب لكل مقاييس العصرنة والتقدم، والذي يعد بحق مكسبا ومفخرا للمديرية العامة للأمن الوطني. وفي الختام نسأل الله العلي القدير أن يوفقنا جميعا بما فيه خير العباد والبلاد
وأن يسدد خطى أفراد قواتنا لحماية الوطن والممتلكات. المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.